ابتدت بسجدة وانتهت في النجدة. قصة مؤثرة حزينة قصيرة، قصة حسن شاكوش ومراته. سيبك بقى من اي هاري انت بتسمعه الفتره دي في الاعلام بقى والتلفزيونات والكلام ده كله والبرامج. ابو مراته بقى يطلع يقول اصل ما هو مالوش مش عارف ايه، وهو يقول اصل هي ما كانتش قايله لي ان هي متجوزه وهي خانتني، وهي تقول اصل هو خاني مع واحده الكلام ده كله اللي داير كلام كله زرط في زرط وهجص في هجص وكلام مش حقيقي. الحقيقه هتلاقيها فين؟ الحقيقه هتلاقيها عندنا الحمد لله. طريق مصادري وعن طريق علاقاتي الحمد لله عرفت اوصل للحقيقه اللي عامله المشكله دلوقتي والازمه اللي هي فيها طلاق حسن شاكوش ومراته. ايه هي الازمه؟ هقول لكم ايه هي الازمه. بيتعمل لي اعمال بشلل، يجي لي شلل في الحياه وافضل طول عمري شلول. حقيقي فعلا الراجل ده فعلا معمول له عمل ان هو يتشل، ان هو يصاب بالشلل. ايه هو دليلك على الكلام ده يا اسلام؟ اقول لك دليل على الكلام ده. دليل على الكلام ده احنا هنسمعه دلوقتي مع بعض، بس قبل ما نسمع احنا هنسمعه ده والشلل اللي اصاب بيه الفنان حسن شاكوش، عايزين نأمن نفسنا. او انت حاطط هيدفون في ودانك شيلها لله، استنى اما تروح وحط التليفون بعيد عنك واسمع بقيه الفيديو ده، لان هي دي الحقيقه الكامله اللي احنا هنسمعها مع بعض. انا شخصيا هأمن نفسي وهأمن حياتي، فانا شخصيا بحط واحده هنا ان انا مش مستغني عنهم. يلا بينا نسمع الحقيقه كامله. بينك وبينها أرجو قول لي الحقيقة، نظرة عينك وعينها صدقني. الله يسامحك، انا كنت هعمل حادثه دلوقتي، حتى المناديل مش جايبه نتيجه. قول يا ابو الشواكيش، شكش براحتك، شكش ورزع. مع واحدة غيرها مش أقرب حد ليا عاوز. شفتوا دي؟ شفتوها دي؟ قلبي وعينيا خني. خليك فاكر ان انا حذرتك، هو ده سبب الطلاق. شاكوش زي اي راجل بيحب يروح بيته الساعه 3 العصر بيشكش له شاكوشين اول ما يروح البيت. هو روح اليوم ده مراته مش طابخه، قعد زهقان وقعد مخنوق، راح خارج قاعد بره في الصاله زي ما احنا شايفين كده، وراح مشكش له شاكوشين بصوته ده، وراح مرزع بقى ومهبد. ده انت دلوقتي عشان انا شلت المناديل من ودني فايه ده وهنشوف عاوز ايه دلوقتي. ايه ده انت دلوقتي؟ بس سيبنا نكمل. انتوا سمعت النبره دي والحنجره دي قامت من النوم مفزوعه. انت بتعمل ايه يا شاكوش؟ قال لها انا بشكش لي شاكوشين. قالت له شكشهم في حته ثانيه. قال لها لا انا بشكشهم، ده بيتي وده مش عارفه ايه وبتاع. هي ما استحملتش النبره. يا عم اهدى الله يبارك لك يا عم، عاوز هتاخد بس اصبر انا هديك. خلص الكلمتين وما تدخلش كده زي الخازوق كده وانا بتكلم. خلاص راحت مكلمه ابوها وقالت له يابا انا اتطرشت. شاكوش عملها وشكش وطرشني. قال لها لا يا بنت لمي حاجتك وتعالي دلوقتي. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني ما تعوز اللي تعوزه، عوز بس اصبر علينا، دي بتاعت ربنا، لو اتطرشت مش هنعرف احنا هنعمل ايه من غيرها. هي دي الحقيقه كامله وهو ده اللي حصل، وما تصدقوش اي كلام تاني بقى تسمعوه في حياتكم. استاذنكم بقى انا احط المنديلين بقى خاطر اروح لشاكوش نشكش مع بعض عشان نشوف ايه وعاوز ايه. يلا بينا.